هيثم، مباراة تحصيل حاصل بالنسبة لمنتخب ليسيتو لأن المتأهل عن هذه المجموعة والجابون، بما أن المغرب هي مستضيفة الحدث الكبير الأفريقي العملاق. المنتخب المغربي خلال 5 مباريات علامة الكاملة، أقوى خط هجوم ب 19 هدف ما شاء الله، رصيد بشري حدث ولا حرج، جودة عالية من اللاعبين. المنتخب المغربي يستحق الإعجاب، يستحق الثناء، يستحق الشكر، لأنه يعطينا كرة قدم نشاهدها في أوروبا. هذا مهند، يعني أوجزت الكلام في إنه يعني منتخب يستحق الإعجاب والثناء. نحن نتكلم عن منظومة كرة القدم المغربية، أنت تتكلم عن زاد بشري متوفر. من كأس العالم ظهرت الطفرة الحقيقية لمنتخب المغربي، يجلس على قمته وليد الركراكي، صانع هؤلاء المجموعة الجيدة من هؤلاء اللاعبين المميزين في كل الخطوط. أنا أعتقد أنه التخطيط من إدارة كرة القدم المغربية هو له دور فعال فيما أنجز وما سينجز. واضح أنه المنتخب المغربي الآن أبعد من كل المنتخبات، مع كل التقدير وكل الاحترام لكل كرة القدم الأفريقية. المنتخب المغربي الآن يسير في الاتجاه الصحيح لمنافسة كرة القدم العالمية، وهو قادر يكون أنه نافس على كأس العالم. فهؤلاء اللاعبين إحساس أنه بيشاركوا ويقدموا مباريات بمستوى جيد ومستوى عالي داخل القارة الأفريقية، في عدم وجود بالنسبة لهم مباريات إعدادية ليست تنافسية، وهم بيكونوا أكثر إصرار وأكثر حرص، دلالة على الاحترافية العالية، دلالة على الاهتمام، وإنك أنت تخلق منظومة لعب في منافسة بين الزاد البشري الموجود. إذا أنت خرجت من التشكيلة في لاعب قادر جاهز إنه يكون منافس لك وأفضل منك متواجد في داخل الملعب، فأنت خلقت هذا التنافس وهذا الكم والنوعية والأداء، ومع الرسم التكتيكي الجيد، مع الخيارات الكثيرة الموجودة متوفرة. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن إنه منتخب بيؤدي في أداء عالي في كل خطوطه، وتنظيم جيد في كل خطوط الملعب، مع الاهتمام الواضح من هؤلاء اللاعبين بالفكر الموجود عندهم في انه يغيروا من واقع الكره داخل القاره الافريقيه. فهم الان بيحملوا من اكثر المنتخبات الافريقيه اللي بتحمل لواء الكره الافريقيه، بتنافس له على المستوى العالمي. فده يعني يحسب لهم انه مع الاخذ في الاعتبار انه المجموعه اللي بيلعب فيها المنتخب المغربي من المجموعه القادره تكون منافس للمنتخب المغربي او تصل اداؤه، لكن مثل هذه المباريات بتجمع هؤلاء اللاعبين، يعني بيكون في رسم تكتيكي، شكل تكتيكي، متطلبات معينه داخل الملعب بنفذوا فيها هؤلاء اللاعبين. بنتكلم عن مرابط وناحي، حكيمي، بنتكلم عن بونو، دياز، اكرد، زلزولي، صبيري، يعني اسماء كبيره واسماء كثيره، الياس بن صغير. في كل مباراه في نجم، في كل مباراه في لاعب مبرز في الخط، فالتنافس داخلي. فده حيصنع منتخب مع مرور الوقت عندهم منتخب اولمبي جيد جدا، عندهم منتخب شباب افضل، عندهم منتخب ناشئين بيمشي في خطوات جيده، منتخب السيدات رائع. فالمغرب في فتره زاهيه في كره القدم، فتستحق هذا الذي يحدث. واعتقد قبل هذه البطوله انه المنتخب المغربي يعني لازم يكون اكثر حرص، لانه كره القدم ما بتعتمد على الاسماء ولا التهلق ولا النجوميه. البطوله حتكون داخل ارضك، حيكون في ضغط جماهيري كبير وكثير على هؤلاء اللاعبين، وفي منافسين عندهم امال وتطلعات انه يهزموا هذا المنتخب بكل هذه الامكانيات المتوفره عنده، بيكون بالنسبه للمنتخبات الاخرى انجاز. فهو المنتخب الوحيد الان قادر يكون انه منافس نفسه في هذه البطوله. اهم نقطه ذكرها الكابتن هيثم حاتم ان هناك تنافس كبير بين اللاعبين لاقتلاع مركز اساسي في المنتخب المغربي، ميزه يملكها وليد الركراكي بجوده عاليه جدا في هذا الرصيد البشري. هي ميزه ومشكل في نفس الوقت، لانه من الصعب ان يرضي الشارع الرياضي المغربي لانه هو لكن على الاقل تقدير قادر يعطيك 11 لاعب. لا انا اتكلم بشكل عام، بشكل عام على المجموعه، ولما يقوم باختيار مجموعه سيكون عنده قاعه لاعبين 50 40 50 لاعب، فالكل عنده لاعبين يريد ان يكون في المنتخب. فالامر ليس سهل معنا بالنسبه لوليد الركراكي، وان كان نتائجه اكثر من ممتازه على مستوى كاس افريقيا. كاس افريقيا مغاير على ما شاهدناه في كاس العالم في قطر، اللي حقق يعني سيمي فاينل، وكان اداء ممتاز حقيقه لا احد يشك. المغرب اصبح اقوى مما كان عليه في كاس العالم، لكن على المستوى الافريقي شان التجربه نتاعه لم تكن جيده. الان امام في ملعب، انا اعتقد انه هو المرشح رقم واحد، ولا يوجد منتخب افضل من المنتخب المغربي حقيقه. هذا لا يعني انه لا يخسر، لكن كامكانيات هو اعلى منتخب دفاعيا، وسط ميدان، حارس مرمى ممتاز،
لاعبين في الهجوم، التنوع الموجود لدى اللاعبين، والقوة أنه لما يكون لديك لاعبين قادرين على صناعة الفارق. فاليوم اللاعب الموجود في الهجوم قادر نراقب لاعب واثنين، شاهدنا صبيري كذلك أنه لاعب بي اس في ايندهوفن لاعب أكثر من ممتاز. نتكلم عن اللاعبين حقيقة كواليتي عالية، احنا لا نتكلم عن لاعب يلعب في الصف الثاني في دوريات مثلا في دوري منخفض المستوى، لا احنا نتكلم عن لاعبين ينشطون في ريال مدريد، في مانشستر يونايتد. ولذلك انا نتمنى انه وليد الركراكي مهمته ليست سهله، لكن هو مدرب كفء، لانه كذلك انه لما ناتي نتكلم على مسيره وليد الركراكي لا نقتصر فقط على المغرب، هو نجح في الفتح ونجح في الوداد ونجح في تحيل، يعني في مسيره من النجاح. انا حق الشامبيونز ليج مع الوداد، يعني لا نتكلم عن المدرب معناها اسقط على المنتخب المغربي، لا نتكلم عن جدير بهذه الثقه، جدير بهذه الثقه، وكان محل هذه الثقه وحقق نتيجه اول منتخب عربي افريقي يصل الى السيمي فاينل، وكان قريب كذلك من بلوغ النهائي، واعتقد انه هو الذي جعل الحلم يتحول الى واقع. انه قبل احنا نشارك هدف في المرور فقط، هو ما اعتقد المدرب الافريقي الوحيد اللي قال سافوز اريد الفوز بكاس العالم. فهمت صحيح ولا؟ انا لا اتذكر انه في مدرب افريقي قوي يا وليد. فبرافو عليه انه قام بهذا التصريح وكان عند هذه المسؤوليه واشعر فريقه والمنتخب الى الوصول، واعتقد ان المنتخب المغربي لديه امكانيات كبيره، وفي كاس افريقيا القادم الذي سيكون على ارضه، واعتقد هو المرشح رقم 1 للفوز. شكرا حاتم الطرابلسي. هذا فيما يتعلق بمواجهه المغرب لسيوتو هناك بمدينه وجده. ايضا هناك مواجهه اخرى لمنتخب عربي اخر، منتخبنا التونسي يستقبل غامبيا في ملعب حمادي العقربي. لذلك دعونا نتحدث عن المنتخب التونسي وماذا اعد لهذه المواجهه لضمان صدرة هذه المجموعه الاولى المؤهله افريقيا المغرب 2025. بعد الفوز الصعب على مدغشقر والعودة من بريتوريا ببطاقة التأهل إلى كأس إفريقيا للمرة 17 تواليا، تنافست نصور قرطاج السعداء، ونجح قيس اليعقوبي في اختباره الأول بصفة الناخب الوطني بعد رحيل فوزي البنزرتي. أهم حاجة أنه الترشح تحصيل حاصل الآن، تبقى مباراة بالتأكيد في خطابهم مع اللاعبية لازم نبقاو على نفس الوتيرة، من خاصة التركيز، نلعب على ملعبنا امام جماهيرنا، 3 نقاط ان شاء الله مطلبنا. ان شاء الله اللاعبين تخطاوا مرحلة الضغط، الظهر للحائط كانت صعبة صراحة، كان بداية أسبوع صعبة جدا نفسيا وذهنيا على اللاعبين، لكن الحمد لله بفضل الله انتقلنا من ربما الضغط والشك إلى ربما النفسية الهادئة وخاصة الثقة، وتعرف عمل الثقة في أداء اللاعبين. الفوز على مدغشقر على أهميته من الناحية المعنوية لم يحجب عديد السلبيات التي تكررت للمباراة الخامسة تواليا.